وولادها جحدوها، وفي نهاية حياتها بهدلوها، وبسبب فلوسها الكتير وخناقاتهم على أملاكها الكبيرة على أوراق تنازل وبيع مزورة مضوها، وبعد ما خدوا ثروتها في الشارع رموها. وده جزء بسيط قوي من اللي حصل للفنانة المرحومة شريفة ماهر في آخر عمرها، واللي رحلت عن عالمنا من كام ساعة. فتعالوا معايا أعرفكم قصتها مع ولادها، ويا ترى عملوا إيه مع بعض بعد موتها. مأساة كبيرة عاشتها الفنانة شريفة ماهر في سنينها الأخيرة كانت بسبب ولادها وخناقهم المستمر على فلوسها وثروتها الكبيرة، وكل ده لأنهم مش إخوات أشقاء، دول جايين من أكتر من راجل. شريفة ماهر كانت طلعت في السنين الأخيرة وفي أكتر من برنامج، واتكلمت عن البهدلة اللي شافتها من ولادها، وإزاي كانوا جاحدين معاها وعاقين ليها كمان، وبيتمنوا بقى إنها تموت عشان يورثوها. وخلال برنامج من البرامج قالت شريفة ماهر إن سبب الأزمة بتاعتها إنها كانت متجوزة من راجل اسمه محمود شوقي، جابت منه 3 أولاد، ولدين وبنت، ولما مات راحت اتجوزت من مدير في الجمارك كان اسمه سيد إبراهيم، وخلفت منه برضو بنتها نفين. طبعا لما كبرت في السن بدأ ابنها الكبير شريف يطمع بقى في ثروتها هو طبعا واخواته، خصوصا بقى إنها كتبت لبنتها نفين شقة من الشقق بتاعتها، وده طبعا ما عجبش ابنها الكبير وبنتها الكبيرة اللي كانوا من جوزها الأولاني، فعملوا معاها مشاكل وخلوها كمان تمضي على ورق تنازل عن ثروتها، واستغلوا إن نظرها راح وما كانتش بتشوف عشان يطلعوا أختهم الغير شقيقة من المولد بلا حمص. شريفة ماهر قالت ساعتها ابن شريف استغلني إني مش بشوف وثقتي فيه ومضاني على ورق من غير ما أعرف، وهو واخد حقه وأنا اللي اديتهوله، وفي العمارة التانية أخد شقتين ومحلين وفيلا، وياريته اكتفى بكده، ده راح رفع ضدها قضية صحة توقيع كمان. الغريب بقى إن بعد كل ده يوم والتاني يتخانق مع أمه لدرجة إن اتكسر إيديها. وقالت شريفة ماهر عن القصة دي: شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي خدوا كل اللي حيلتي، والشيطان بيلعب في الدماغ، والفلوس كمان بتخلي الواحد بيعمل في أمه كده. ابن شريف جاب واحد وخلاها تشتمني على السوشيال ميديا، ولما حاولت شريفة ماهر تهدي الأمور مع ابنها شريف وتصلح بينه وبين أخته شتمها، وأكد لها كمان إنه خد كل اللي هو عايزه، ده كمان قال لها أكبر ما في خيلك اركبيه وأنا هقلعك هدومك. بعد كده فضلت شريف ماهر تحاسبن عليه هو وكل إخواته اللي كانوا بيساعدوه، كانت بتدعي عليهم في صلاتها كل يوم لأنها تعرضت لظلم كبير منهم. وعن مشكلتها مع ابنها شريف قالت قبل كده ابن الفلوس بالنسبة له بتيجي قبل أي شيء. وطبعا بعد كل اللي حصل لها ده راحت شريفة ماهر وعاشت مع بنتها نفين في شقتها، وبعدت عن ولادها لدرجة إنها ما حضرتش جنازة واحد من أولادها اسمه مجدي لحد ما فرقت الحياة الله يرحمها. ولسه لحد دلوقتي المشاكل دايرة بين ولادها برضو على فلوسها.